بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. بسم الله الرحمن الرحيم. برعاية سماحة الأمين العام العتبة الحسينية المقدسة تقيم دار القرآن الكريم دورة تخصصية في تخريج ثلة من محكمي القرآن الكريم على يد أفاضل الأساتذة في التحكيم على مستوى العراق، أسماء لامعة وشخصيات بارزة خدمت القرآن، اختصاصات متعددة في أحكام التلاوة وفي علم الوقف والابتداء وفي علم النغم والصوت. بالواقع هذه الدورة هي بناء البنى التحتية للقرآن الكريم في العراق، لأن نحتاج إلى كوادر تحكيمية، وهؤلاء الأساتذة هم نخبة من جميع المحافظات، من كل محافظة أساتذة متخصصين في تعليم القرآن الكريم ولهم باع طويل. عندما يأتون إلى هذه الدورة ويتتلمذون على الخبراء في التحكيم الدولي، الأساتذة الأفاضل محكمين دوليين لهم خبرة دولية في خارج العراق، فيكتسبون الخبرة خلال هذه الأيام الستة بتواصل الليل مع النهار، فمشكورة جهودهم، وإن شاء الله هذا كله برعاية العتبة الحسينية السباقة لهكذا مشايخ. أنا أعتبر هذه الدورة هي البنى التحتية للقرآن الكريم وفي العراق إن شاء الله، وستتلوها إن شاء الله
دورات تخصصية كثيرة إن شاء الله ببركة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآله. والآن مع كلمة سماحة الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، نستقبله مشفوعا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. السلام عليكم إخواني جميعا حملة القرآن. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. من دواعي اعتزازنا وفخرنا أن نلتقي بهذه الخلة التي تمثل جزءا من الأمل والطموح القرآني لمستقبل الاهتمام بالقرآن في العراق. حقيقة هذه الدورات هي ببركة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام وبرعايته، وأرجو أن تأخذوا هذا الأمر بنظر الاعتبار. قبل أن أبين ما هي أهمية أخذ رعاية الإمام الحسين عليه السلام بنظر الاعتبار، أود أن ألفت نظر الأخوة ولعله أيضا نلفت نظر أنفسنا إلى أهمية الاهتمام بالقرآن الكريم في جميع المراحل التي توصل إلى الهدف. تعلمون إخواني أنه في العراق، هذا البلد الذي فيه مراقد الأئمة الستة وهو عاصمة الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، القرآن الكريم لم يأخذ حقه من الاهتمام لسنوات طويلة. الآن بحمد الله تعالى بفضل النعم والإلهية التي توفرت من خلالها فرص كبيرة للاهتمام بالقرآن الكريم والنهوض بما ينبغي أن يهتم به بالنسبة للقرآن الكريم في العراق. هذه الفرص ينبغي أن نستثمرها الاستثمار الأمثل، وهذا متوقف عليكم إخواني. طبعا بدءا نحن نشكر الأخوة، لا شك أن الأخوة في دار القرآن الكريم جميعا لهم الجهد الأساسي، والأول الأخوة الآخرين أيضا لهم الجهد الأساسي والأول في رعاية هذه الدورة وبقية الدورات، ونحن نأمل أن يستمر هذا الاهتمام وبنسبة أكبر. حقيقة أنه القرآن الكريم بما هو كتاب سماوي له غرض وهدف معين، والوصول لهذا الهدف له مقدمات لا بد من تحقيقها على أفضل وجه للوصول إلى الهدف. ومن جملة المقدمات هذه الدورات التحكيمية. نحن نسأل الله تعالى لكم توفيق، وأن يكون كل واحد منكم أستاذ يتخرج من بين يديه عشرات الأساتذة في المستقبل. هذا إخواني الذي أرجو أنه تهتموا به. إتقان الأحكام مسألة مهمة. إتقان الأحكام، الحمد لله العراق فيه كثير من المواهب والطاقات، وتعلمون هناك شعوب ودول سبقتنا في هذا المجال، والعراق ليس بقاصر على وجود كفاءات وقدرات تضاهي الكفاءات الموجودة خارج العراق. غاية ما في الأمر أنه مثل هذه الدورات وهذه الاهتمامات لم تأخذ موقعها في العراق. الآن بحمد الله تعالى مثل هذه الدورات وأيضا دورات تقيمها جهات أخرى، نحن نأمل منكم أن نجدكم كلكم أفرادا منكم محكمين تضاهون المحكمين الدوليين في بقية الدول، بحيث نجد في المسابقات الدولية البعض منكم يجلس إلى جنب محكمين دوليين لكي يقال فلان من العراق، من أي مدينة، من كربلاء، من البصرة، من بغداد، من الموصل، من العمارة، من الناصرية، من أي مدينة
المهم من هذا البلد يجلس المحكم الدولي الفلاني الذي أتقن هذه الأحكام بصورة تامة، بحيث أصبح يضاهي المحكمين الدوليين، وأصبح للعراق موقع متميز ومساحة واسعة في اللجان التحكيمية الدولية. هذا الذي نأمله منه. هذا يتوقف على مدى جهدكم وهمتكم واهتمامكم بإتقان هذه الأحكام وتطوير قابلياتكم. وأيضا في نفس الوقت إخواني، أنتم حينما يمن الله تعالى عليكم بأن تتلمذتم على يد المحكمين الدوليين كما تفضل جناب السيد، أيضا أنتم اهتموا بالآخرين. افتحوا في محافظاتكم دورات أيضا للتحكيم لمن يتمكن من ذلك، فلعله تكتشفون مواهب. هذه المواهب فيما لو تم رعايتها سيكونون محكمين دوليين للمستقبل. وهكذا نجد أنه سنة بعد سنة الساحة العراقية تأخذ هذا المجال القرآني بمحكمين دوليين جدد. وتأكدوا إخواني هناك مواهب كثيرة لو أنه تم اكتشافها وصقل مواهبها ورعايتها لأمكن أن يكون في العراق الكثير من المحكمين الدوليين، الكثير من القضاء العالميين، الكثير من الحفاظ الذين ينافسون الحفاظ الدوليين. هذا الذي نأمله منه. الله تعالى من عليكم بهذا التوفيق. أيضا أنتم من واجبكم أن تنشروا هذه العلوم، هذه الأحكام التي تعلمتموها، تنشروها بين الآخرين. ونأمل حقيقة الإكثار من المسابقات، الإكثار من المهرجانات، من المؤتمرات التي أنتم تشتركون فيها كمحكمين في داخل العراق. فإن التجربة وكثرة هذه المسابقات التي تشتركون فيها ستعطيكم قدرة أوسع وأشمل لإتقان التحكيم الدولي. هذا الذي نأمله. كل علم إذا لم يأخذ طريقه إلى التطبيق والممارسة فإنه سيبقى مصورا على الجانب النظري ولا يتطور. لذلك نأمل من الأخوة في دار القرآن الكريم أيضا بقية المواقع التي تعني بهذه النشاطات أن تقيم مسابقات، مؤتمرات، مهرجانات تشتركون فيها كمحكمين. هذه ستثقل قدراتكم، تطورها بحيث تصبحون في المستقبل إن شاء الله تعالى. هذا أملنا، أنه أنتم محكمون دوليون تشاركون في المسابقات الدولية. ولكي يظهر للعالم، هذه نقطة مهمة، أنه في العراق هناك اهتمام بالقرآن الكريم وبالخصوص من أتباع أهل البيت. فإن هذه الصورة السلبية التي أخذت عن أتباع أهل البيت وهي شبهة أنهم لا يهتمون بالقرآن الكريم هو أمر غير حسن. نحن نأمل على أيديكم وكذلك الحفاظ والقراء أن الانطباع الذي سيحصل في العالم أن أتباع أهل البيت يعطون القرآن الكريم ما يستحقه من الاهتمام. والدليل على ذلك ظهور قراء دوليين، ظهور محكمين دوليين، ظهور حفاظ دوليين. هذا الذي نأمله منكم إخواني. وأنتم حسب تجربتنا بتوكلكم على الله تعالى وصفاء النية والإخلاص لله تعالى، وأن يكون غرضكم هو تعهد القرآن الكريم ونشره ونشر تعاليمه بين الناس، أن يكون هذا الجهد خالصا لوجهه تعالى. إخواني ستفتح لكم أبواب واسعة من التوفيق بحيث يشهد لكم بجهودكم، أولا عند الله تعالى، وثانيا بحسب ما هو مشهود من النشاط. إذا توفرت هذه الشروط أنتم ستفتح لكم أبواب واسعة من التوفيق بحيث يكون لكم دور مهم في داخل العراق وفي خارج العراق. من جملة الأهداف هو قضية الاهتمام بالقرآن الكريم ونشره، وأيضا أن نظهر هذه الصورة. مطلوب هذا إخواني، أن أتباع أهل البيت يهتمون اهتماما كبيرا بالقرآن الكريم. هناك انطباع عند الكثير
وبالخصوص في خارج العراق وأيضا شيء ما في داخل العراق، أن أتباع أهل البيت لا يعطون القرآن الكريم اهتمامه الذي يستحقه. أنتم وجودكم في المحافل الدولية الواقع سيتغير هذا الانطباع، وتظهر الصورة الحقيقية أن أتباع أهل البيت بحسب توجيهات أئمتهم يهتمون بالقرآن الكريم الاهتمام المطلوب. التوصية الأخرى إخواني هو أن نرى خلق القرآن الكريم، السيرة التي أكد عليها القرآن الكريم ظاهرة في خصالكم وصفاتكم وسيرتكم. هذه مسألة مهمة، كما أنه مطلوب إتقان هذه الأحكام، ولكن الهدف النهائي هو العمل بهذا المنهج القرآني المتكامل، المنهج الإلهي المتكامل. لذلك نأمل منكم أيضا أن تهتموا بنفس هذا القدر بل أكثر بأن تطلعوا وتتعرضوا على المنهج الإلهي المتكامل للحياة القرآن الكريم، وتكونوا أنتم أيها المحكمون أيها الأساتذة نموذجا تطبيقيا للقرآن الكريم بمناهجه المختلفة، خصوصا في جانب السيرة والسلوك والأخلاق. يروا البقية منكم قرآنا متحركا على وجه الأرض. هذا الذي نأمله منكم إخواني، وحتى يكون هناك جذب للآخرين. طبعا نأمل أيضا من الأخوة في دار القرآن الكريم الاهتمام ببقية الدورات، سواء كان بالحفظ أو التلاوة أو رعاية الموهوبين، وبالذات أنا أؤكد عليهم رعاية الموهوبين في جميع المجالات، في مجال التحكيم، في مجال التلاوة، في مجال الحفظ، في مجال التجويد، في بقية المجالات التفسير، في بقية العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم. الاهتمام بهذه المواهب. العراق فيه كنز من المواهب لكنها غير مكتشفة، وعدم اكتشافها طبعا بالنتيجة لا يؤدي إلى أن هذه المواهب ترعى وتسقل هذه الطاقات، ومن ثم نجد حقيقة أمثلة من هذه المواهب في مختلف المجالات القرآنية. لماذا نجد بعض الدول حقيقة هناك الكثير من الأشخاص ممن برعوا في هذه المجالات؟ في العراق يوجد هكذا مواهب. أنتم إخواني توفرت لكم هذه الفرصة، أرجو الاهتمام بهذه النشاطات، ونحن على استعداد أن ندعم، وكما بينت الأخوة نحن على استعداد أن ندعم كل الدورات. غاية ما في الأمر المطلوب منكم أنتم أيضا إن شاء الله تكون لكم المهمة العالية، المتابعة، الأمل بتحقيق النتائج المرجوة. هذه الأمور التي بعض منها بينتها في بداية كلامي. إخواني، الشعور بوجود مدد غيبي وتوفيق إلهي، وأن بركات سيد الشهداء تحيط بمثل هذه الأعمال، وهذا ما لاحظناه، ستفتح لكم إخواني، وإن شاء الله بعض منكم سيجد فحوى هذا الكلام في المستقبل. والشعور الدائم بأن بركات ورعاية سيد الشهداء وأبي الفضل عباس عليه السلام تحيط بمثل هذه الأعمال ستفتح لكم أبوابا من التوفيق والمشاريع والنشاطات ما لا تتوقعونه، مو متوقع، ما لا تتوقعونه، ولكن بهذه الشروط. استشعروا دائما أن التأييد الإلهي والمعية الإلهية معكم، هذا أولا. ثانيا أن الأنفاس القدسية المباركة لسيد الشهداء تحيط بمثل هذه النشاطات، وهذا الاستشعار سيعطي لكم دفعا وهمة وإرادة وعزما على أن تواصلوا المسير ببلوغ النجاح المطلوب. وفوق هذا نحن لاحظناه ولمسناه في عملنا في العتبة، أن هذا الاستشعار سيفتح لكم أبوابا من التوفيق والنجاح والنشاطات والنتائج التي لا تتوقعونها، بل هي خارج توقعاتكم. لذلك نرجو من الجميع أن لا يأس، لا شعور بالإحباط،
لا شعور بأنه ليست هناك قدرة للوصول إلى الطموح مهما كان هذا الطموح. ضعوا في بالكم أن لديكم طموحات قد تتوقعونها غير ممكنة التحقق، كلا، بفضل هذه الأمور، هذا المدد الغيبي الذي لا حدود له. إخواني كلكم تعتقدون، نحن نعتقد أن المدد الغيبي لا حدود له، لأنه مصدره الله تعالى وهو لا حدود له. كذلك ما تأملونه من طموحات ربما غير متوقعة لديكم لبلوغ النشاط القرآني في مختلف مجالاته، ما أنتم تحلمون به ستصلون إليه، ولكن مع المحافظة على بعض المقومات التي تذكر كثيرا في القرآن الكريم، من جملتها الصبر، من جملتها التوكل على الله تعالى، من جملتها الثقة بتأييد الله تعالى ونصره وتوفيقه. هذه الأمور لو تحققت إن شاء الله تعالى أنتم ما لا تتوقعونه من النتائج ستحصل، وهذا أملنا بكم، بحيث أنه نجد في المستقبل إن شاء الله تعالى المسابقات التي تقام في إيران أو الكويت أو ماليزيا أو أندونيسيا أو البلد الفلاني البلد الفلاني، نجد للعراق نصيبا وافرا من الوجود الفاعل، وهذا متوقف عليكم إخواني. جزاكم الله تعالى خيرا. نشكركم ونشكر الأخوة جميعا، جميع الذين ساهموا في مثل هذه الدورات. نأمل أن هذه الدورات تتكامل، فهي مثل أعضاء الجسد، كما أن أعضاء الجسد بعضها يعرض البعض الآخر للوصول إلى تأدية الهدف الذي ينبغي على الإنسان كجسد وروح أن يصل إليه. هذه أعضاء الإنسان بعضها يعرض البعض الآخر للوصول إلى هذا الهدف، كذلك أنتم هذه الدورات المختلفة بعضها يعرض البعض الآخر للوصول إلى الهدف القرآني، وهو أن نصنع الشخصيات الحاملة للقرآن. إخواني، أنا سبق أن بينت أنه حملة القرآن، هذه مسألة مهمة. كل هذه الدورات كلها يراد أن تصب جهودها في الوصول إلى الهدف النهائي، وأنتم أيضا إخواني. ذلك حينما سلمت عليكم وأطلقت عليكم صفة حملة القرآن، لأن الأحاديث الشريفة الآيات القرآنية الكريمة تؤكد على أن الغاية الوصول إلى هذا المعنى العميق والواسع. جزاكم الله تعالى خيرا، ونسأل الله تعالى لكم القبول وحسن التوفيق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا وافدين لحفلنا تكريما، يا وافدين لحفلنا تكريما، لمحمد ولآله تعظيما، قد قال ربي في عظيم كتابه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل. نشكر سماحة الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة على هذه الكلمة القيمة، ونبقى الآن مع كلمة لأحد مدرسي الدورة والأستاذ يحيى الصحاف، نستقبله مشفوعا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، خير خلق الله أجمعين، البشير النذير والسراج المنير، أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نتقدم بخالص الشكر والتقدير والثناء والاحترام والإجلال لسماحة الشيخ مهدي الكربلائي لرعايته ودعمه للنشاطات القرآنية ولربطه بالأعمال القرآنية ولكل ما يخص القرآن الكريم والقرآنيين، والشكر موصول أيضا لجميع الأخوة في دار القرآن الكريم لهذه الجهود المبذولة
هذه الجهود الاستثنائية لدعم الساحة القرآنية بكل ما موجود فيها من مجالات، من ندوات قرآنية ومسابقات ومحافل والدورات القرآنية المختلفة في جميع الاختصاصات. الحقيقة هذه الدورة كانت فيها مميزات كثيرة، ومن أهم هذه الدورة أنها كانت الدورة الأولى والفريدة من نوعها في العراق. هناك دورات كثيرة تكون في مؤسسات القرآنية، المؤسسات الفاعلة جزاهم الله ألف خير، ولكن لم يكن التفات إلى مثل هذه الدورة، علما هناك حاجة ماسة كانت إلى العمل مثل هذه الدورة. لدينا الكثير من الأساتذة في محافظات العراق من لديهم الإمكانية القابلية على التدريس في مختلف الاختصاصات، ولكن لم يطلعوا أو يتعرفوا أو يختصوا في التحكيم في ذلك الاختصاص، فمجال التحكيم يحتاج إلى اختصاص. مع هذه الحاجة لدينا وجود أساتذة كبار حقيقة ومن الأسماء اللامعة في الساحة القرآنية العراقية وعلى مستوى العالم الإسلامي، فلقد شارك منهم الكثير في مسابقات دولية، في ندوات دولية، في محافل ومهرجانات دولية كبيرة وواسعة، والآن أصبح للأستاذ العراقي اسم كبير واسم لامع في الساحة العالمية، ومنهم من حضر في هذه الدورة وفي تدريس هذه الدورة جزاهم الله ألف خير. فممكن أن نسد هذا الفراغ وهذه الحاجة بوجود هؤلاء الأساتذة. والغاية الأولى والكبيرة هو أولا أن نعلم للعالم الإسلامي وفي الساحة القرآنية العالمية أن لدينا هكذا اختصاصات وهكذا أساتذة أكفاء ممكن أن يوصلوا هذه المادة العلمية التخصصية إلى هؤلاء الطلبة والأساتذة وفي محافظات العراق. الميزة التي كانت أيضا في هذه الدورة لم تكن دورة مختصرة على محافظة أو محافظتين، بل كانت دورة وطنية شملت أغلب محافظات العراق، وكما أعلم 13 محافظة، والمشاركين ما لا يقل عن 67 مشارك. وأيضا كان الاختيار لهؤلاء المشاركين لم يكن اختيارا عشوائيا، لم تكن الدعوة عامة، بل كانت دعوات للأساتذة المختصين كلا في مجاله. مثلا في مجال قواعد التجويد يدرس لائحة تحكيم التجويد، والمختص في لائحة الوقف والابتداء يدرس هذه اللائحة وبقية الاختصاصات عفوا. وهذا مما جعل الدورة دورة جميلة ورائعة ومنتجة وفاعلة بسبب وجود الأستاذ المتمكن لإعطاء هذه المادة، ووجود الطالب الذي يستلم هذه المادة بكل إمكانية وبكل قدرة. أيضا هناك الترتيب والتنظيم الذي حصل لهذه الدورة كان ترتيبا عاليا وتنظيما رائعا، حيث كانت الحصص الموجودة في اليوم الواحد حصص كبيرة وفيها استراحات، وقسموا هذه الدورة في هذا الأسبوع على عدة حصص، منها مثلا في الامتحانات حصلت امتحانات نظرية وامتحانات تحريرية، وإعطاء فقرات اللائحة مع المزيد من الشرح المفصل لدى المتلقين. حقيقة لمسنا استقبالا كبيرا من قبل الطلاب لهذه المواد في كل الاختصاصات. الأساتذة جدا فرحين بتوصيلهم هذه المادة، وشعروا بأن هناك نتاج كبير وواسع في هذه الدورة، لأن حقيقة نحن حكمنا في مسابقات كثيرة يحصل بين الحكام في الاختصاص الواحد الفرق بين درجتين أو 3، وهذا يعتبر جدا طبيعي، ولكن بعد الممارسة لدى الطلاب على لائحة التحكيم في كل اختصاص وباستمرار الأيام وبوجود الأستاذ المشرف عليهم، أصبح الفرق في الدرجات لكل الطلاب مع الأستاذ لا يكون أكثر من نصف درجة أو درجة، نادرا ما يتعدى الدرجة، وهذا يعني شيء حقيقة رائع وكبير. نحن يعني ليس لدينا إلا الدعاء لكم والتوفيق والتسديد دائما وأبدا، ونجعلكم مع القرآن الكريم، وأن تكونوا مع حملة القرآن وداعمين لحملة القرآن، وأنتم ما شاء الله في رحاب القرآن وفي رحاب أبي عبد الله الحسين، جعل الله وإياكم دائما في رحاب الحسين عليه السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام طيب الله.
نشكر الأستاذ يحيى الصحاف على هذه الكلمة القيمة. والآن نستقبل الأخ غدير الأعرجي أحد طلبة الدورة ليتحدث نيابة عن طلبة الدورة. نستقبله مشروعا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العلي العظيم. فضيلة الشيخ سماحة الشيخ الأمين العام للعتبة الحسينية، سلام من الله عليكم وعلى جميع أخوتي الذين رافقتهم على مدى أسبوع، وبأحلى الساعات وبأحلى الليالي الذي قضيناها، ويكاد يكون فراقنا الآن صعبا مع إخواننا. أنا الذي أتكلم معك قدمت من مدينة الموصل الحدباء، وأنقل إن شاء الله تحيات أهل الموصل إلى سماحتكم وإلى كل كاثر العتبة الحسينية المباركة. إن شاء الله القرآن الكريم الذي جئتم من أجله سيكون أنيسكم إن شاء الله إن شاء الله، وهو كذلك. الدورة هذه التخصصية التحكيمية الأولى، أنا أحب أيضا أن أضيف لها دورة إعداد حكام. إن شاء الله هذه الدورة أفرزت كما تفضلتم، وأنا لا أريد أن أضيف شيء. الأخ الأستاذ الفاضل يحيى قد أعطى كل ميزات هذه الدورة، ولكن كلمة قصيرة بالنسبة للدورة. إن شاء الله أنتج إن شاء الله حكام جيدين جدا إن شاء الله. كما تفضلتم سماحة الشيخ، العراق مليء بالمواهب والإمكانيات، كان فقط نحتاج إلى الإعلام ونحتاج إلى الدعم، وبجهودكم توفرت هذه الإمكانيات والدعم، وبفضل دار القرآن الكريم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم، وبمتابعة مباشرة من سماحتكم في إقامة هذه الدورة الرائعة. والدورة بشكل مختصر في تقديري دورة كانت جيدة جدا، لا أقول جيد بل جيدة جدا، من الناحية الفنية ومن الناحية الإدارية. من الناحية الإدارية من ناحية السكن، من ناحية المأكل، ولو هذه الأمور ثانية، ولكنها كانت جيدة جدا. ولمسنا، وهذه أمانة حملنا إخواني المشاركين، الإخوة القائمين على الدار بأخلاقهم الرائعة منذ أول لحظة، منذ أول ساعة قدمنا من محافظاتنا، استقبالهم، كلماتهم الطيبة، كانوا في خدمتنا دائما. هذه أمانة يجب أن أقولها إلى سماحتكم. من الناحية الإدارية المسابقة أو الدورة كانت جيدة جدا، ومن الناحية الفنية فكما تفضل أخي العزيز أستاذ يحيى، الأساتذة المعروفين المشرفين على جميع الاختصاصات، هم أساتذة ما شاء الله دوليين، ونفتخر لأنهم يمثلون العراق. كما تفضلتم سماحتكم أن يكون لدينا حكم دولي ومن أي محافظة كان، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، المهم يحمل اسم العراق. الكل فازوا في هذه الدورة سماحة الشيخ. من الناحية الفنية استفدنا كثيرا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم. وأنا شخصيا أعتقد نتائج الدورة، ونسيت أن أقول أهم شيء في الدورة وأجمل ما فيها هو أننا من جميع المحافظات تجمعنا تحت سقف العتبة الحسينية المباركة وبركات سيدي ومولاي أبو عبد الله الحسين، وتحت سقف دار القرآن الكريم. فقضينا أجمل الأيام وأجمل الساعات في هذا الدار المبارك إن شاء الله. وأنا شخصيا أعتقد استفدت من الدورة يوازي عناء سفري من الموصل إلى هنا. أسأل الله سبحانه وتعالى بل أكثر، أسأل الله أن يوفقكم دائما ويحفظكم بجاه محمد وآل محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكرم بقوم أكرموا القرآن، أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان،
قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان، سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. إخواننا من كل ناحية أتوا كي يتحفونا والسرور أتانا، كي يتحفونا والسرور أتانا. قبل أن نبدأ بفقرة التكريم لا ننسى من بوجوده ثبتت الأرض، ولي أمرنا وإمام زماننا وصاحب نعمتنا. علينا أن نكرمه بدعاء الفرج قبل أن نبدأ بتكريم أنفسنا بصوت واحد. دعاء الفرج: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي اجعل أعمالنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة وعيوبنا به مستورة وحوائجنا به مقضية برحمتك يا أرحم الراحمين، وببركة الصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أحسنتم جميعا، بارك الله فيكم. نبدأ الآن مع تكريم الأساتذة والمعلمين والذين كان لهم الجهد الكبير في إنجاح هذه الدورة المباركة.